وأوفيتم ما أنجزتم وحققتم الحلم الشهداء وكنتم بعهدهم وأمانيهم من الأوفياء. لقد أحيت الجزائر أول أمس ذكرى من أغلى الذكريات في مسارها الثوري التحريري في 11 ديسمبر 1960، والذي يخلد الشعب ووفائكم كان البارحة يخط قراره ويقرر مصيره الذي بدأه شبابه في 22 فبراير في مساره السلمي للتغيير بموافقة جيشه الوطني الشعبي السليل جيش التحرير في ملحمة سلمية نظيفة حضارية. فكانت الحملة في مستوى الأمال والتطلعات قادتها وأطرتها وأشرفت عليها سلطة الوطنية المستقلة. فكانت الانتخابات الرئاسية في جو آخر خرج فيه الشعب في مشهد احتفالي لم يشهد الجزائر له مثيلا منذ الاستقلال. عبر فيه المواطنون بكل شفافية وديمقراطية وحرية ورقابة ذاتية قل نظيرها حتى عند الشعوب التي تدعي الديمقراطية، وحقق أعلى نسبة في المشاركة لتحدي كل ظروف موحدا صفوفه. هنيئا لشعبنا الكريم الذي كان في إنجازه عظيما. هنيئا لجيشنا الوفي السليل جيش التحرير الوطني وكل قوات الأمن المختلفة. هنيئا لكل من ساهم في إنجاح الانتخابات، وأخص أطراف ميثاق الأخلاقيات الانتخابية من مرشحين وصحفيين. وأهني مهندسي هذا الإنجاز العظيم أعضاء السلطة الوطنية المستقلة ومنسقي الولايات ومندوبيها ومنسقي البلديات وكل مؤطري المراكز والمكاتب داخل الوطن وخارجه. إن الجزائر اليوم قد دخلت عهدا جديدا لتبدأ مرحلة واعدة في تجسيد الديمقراطية والشفافية وتحقيق الإرادة الشعبية. ولم يأتي هذا الإنجاز التاريخي الكبير إلا بفضل المجهودات الجليلة والمرافقة الحكيمة والعهد والالتزامات الواعدة التي قطعها الجيش الوطني الشعبي وقيادته الوطنية الرشيدة، وعلى رأسها سيادة الفريق نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الذي
التزم